أهلا بإخواتي اللي خلصوا ثانوية عامة وداخلين مرحلة جديدة، أحب أقول لكم ألف مبروك وفي نفس الوقت البقاء لله، لأن اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. ودعوا يا لمبي. اشوف وشك على خيرة الله. اللي هو في ايه اللي هيحصل يا لمبي؟ ان لله وانا لا راجعون يا ابو صلاح. لمبي مبدئيا كده انسى كلمة مستر وأستاذ ومس، هنا الكلمة السحرية بتاعتنا يا دكتور، وأي حد تقابله جوه تقول له يا دكتور حتى لو كان المعيد. طب مين هو المعيد ده أصلا يا صديقي؟ المعيد ده كان طالب زيك بالظبط، بس كانت درجاته عالية وكان مجتهد شوية، فعمل حاجة اسمها ماجستير وبقى معيد، وفي الغالب هو اللي هيديك السكاشن العملي. وصدقني لو ندهت عليه يا دكتور هيبتسم لك من قلبه وهيحبك جدا، لأنه هو بيحب الكلمة دي أصلا. وعلى فكرة ممكن في يوم من الأيام تبقى مكانه، لأن كل حاجة واردة بس عايز شوية اجتهاد. وخلي بالك الجامعة مش مكان لفرقة طارق كابو وليل 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 ولا لا لا ولا تامر حسني والجيتار على السلم، انسى الكلام ده خالص. وبرضه بلاش أوهام زي إنك تخبط في بنت وتوقعوا بكتب وتتعرفوا على بعض، مفيش ده. لا يا معلم، لو خبطت في بنت فعلا هتمسح بكرامتك الأرض زي كده. بس الأمانة تتقال، الجامعة مكان نضيف جدا، نضيف لدرجة إنها بتمسح بطلابها الأرض كل يوم. بالظبط. نبدأ بالتجهيزات لليوم. أول حاجة كده هتصحى بدري سيكا، هتختار طقم بسيط جدا من الدولاب، وحياة النبي يا شيخ بلاش نضارة شمس، لأن هيبان إن أنت لسه فرقة أولى وهيتحفل عليك تحفيل جامد. وعلى فكرة أنا قلت فرقة أولى مش سنة أولى، لأن جوه هيبقى متقسمين فرق، فرقة أولى تانية تالتة وهكذا. جهزت ولبست؟ متنساش بقى بطاقة الترشيح، دي أهم حاجة في اليوم، لأنك لو نسيتها الأمن مش هيدخلك. ومعاها كمان البطاقة الشخصية عشان تثبت إن أنت اللي في الورقة دي. وبرضه خد معاك علبة مناديل عشان الجو بيبقى حر، ويبقى كويس لو خدت معاك كاب. اما بالنسبه للبنات فبلاش ميك اب اوفر والنبي يا اختي، علشان يعني بعيد ان هو هيتحفل عليكي فهو ملوش اي ستيل لازمه، وكمان حط في دماغك ان هو حرام. اوكي كده خلاص دخلنا الجامعه، يلا بقى نشوف المسخره اللي جوه. يعني بقى عيب تكون وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش لايك واشتراك، انزل اعمل لايك واشتراك. انا بقى اول ما دخلت الكليه كنت تايه رسمي، ما كنتش عارف اي حاجه، وماشي حوالين نفسي اطلع فوق شويه وانزل تحت كاني بدور على واحد صاحبي مش بدور على المدرج اصلا، لحد ما كده بالصدفه لقيت واحد زيي فرقه اولى. اتعرفنا على بعض وقررنا نتوه سوا، واحنا ماشيين فجأة جه علينا شوية من فرقة تانية، ده بقى حبوا يتروشنوا علينا شوية، وفجأة ايه بقى، طلع بطاقة ترشيح برنس، اثبت ان انت هنا مش جاي تتمشى، حاجات من كده يعني. ده مالكش دعوة بيهم، ده العالم متخلفة. واللي اتعرفت عليه ده كان سخن قوي لدرجة ان هو كان عايز يديهم درس عملي في الكاراتيه، بس انا كنت هادي ودخلت في النص كده وحليت الموضوع بهزار وضحك، وقلبناها صحوبية. ومن هنا بدأت الصداقة، هي مش بسبب المدرجات والدراسة، هي بسبب الغلاسة والضحك. هو كله كده في الجامعة. وبعدين دخلنا المدرج بعد رحلة بحث طويلة، وأول محاضرة في حياتك الجامعية تلاقي دكتور طلع على المنصة، وأول ما فتح بقه وقعد يتكلم بسرعة 2 إكس أكنه متسابق في مسابقة إذاعة. والطلبة هنا مقسومين نصين، نصهم ماسك كشكول وقاعد يكتب كلام ورا الدكتور أكنه وحي نازل من السماء، والنص التاني قاعد يلف حوالين نفسه ومش فاهم أي حاجة كأنهم من كوكب تاني أصلا. وأجمد لقطة بقى لما الدكتور بتاعك يقول لك اللي مش هيفهم من أول محاضرة مش هيفهم أي حاجة تاني بعد كده، ومن أول دقيقة تحس إن أنت فشلت في حياتك الجامعية. بس ما تقلقش، الحقيقة إن ولا حد أصلا بيبقى فاهم أي حاجة بتتقال، ومع الوقت هتعرف إن سر الجامعة هو في الملخصات. أيوه الملخصات يا صديقي. وننتقل لحاجة تانية مهمة، وهي اللي هتخلي الكلية لها طعم وهتخليك تنزل للكلية أصلا عشانها. بص يا معلم وركز معايا، أهم حاجة تطلع بيها من الكلية مش الكتب ولا المحاضرات، أهم حاجة تطلع بيها هي الصحاب. صحاب الجامعة دول هم اللي بيقفوا معاك وقت الزنقة، وهم اللي بيبقوا عيلتك التانية، هم اللي بيشيلوك في أيام الزهق والامتحانات، وهم اللي بيفضلوا يضحكوا معاك ويذاكروا معاك ويقنعوك إن السقوط مش نهاية العالم، وإحنا مع بعض في الصوت والنجاح يا برنس. تحيا مصر. واهم حاجه لما بعد المحاضره تلاقي نفسكم قاعدين في الكافيتيريا او حتى على سور الجامعه او متجمعين على عربيه الفول، والله العظيم زي كده مثلا، وتطلبوا الاكل وتاكلوا وتقعدوا تضحكوا وتنسوا هموم الدنيا كلها، وبعدها تقوموا تطلعوا على السكشن عادي. بعدين لازم تيجي مرحله سندوتش البطاطس السوري، اللي بيبدا واحد جعان عايز يطلب وبيسال اصحابه اطلب لكم معايا جعانين، بيقولوا له لا، واول ما يجيب السندوتش كلهم يبقوا مفترسين، وبعدين نجيب كلنا ونتجمع في المدرج ونقعد ناكل. واحلى حاجه هي اللمه دي، اللمه دي هي الذكريات اللي هتعيش معاك بعد ما تتخرج. مش هتفتكر اول امتحان ولا اول بحث، لكن عمرك ما هتنسى اول ضحكه ضحكتها من قلبك مع صاحبك اللي اتعرفت عليه صدفه. خلي بالك كده دايما، الجامعه تخلص لكن الصحاب هم اللي بيفضلوا في الحكايه. ونيجي بقى لتجربه ممتعه وهي مسرح الجامعه، ومش عايز اجربها تاني. بص يا معلم، مسرح الكليه هو مش مجرد نشاط كده والسلام، ده كان اشبه برحله كوميديه عايشه في الذاكره. من اول ما نخش البروفات ونلاقي نص المسرحيه متقسم غلط، واللي المفروض يقول جمله ينساها ويسرح، والتاني يدخل بدري فيقلب المشهد مسخره، وطبعا الكواليس دي حكاية تانية. بس رغم الهزار والفوضى هي كانت تجربة ممتعة جدا. تخيل انك واقف على المسرح والكل بيبص لك، والضحكة اللي كانت طالعة من القاعة تحسسك انك كنت بتعمل حاجة ليها قيمة، والكواليس كانت مليانة بهدلة وضحك، بس على المسرح شعور تاني.
التجربة دي علمتنا إن الضحك والهزار مش بيتنسوا، وإن الذكريات دي هتفضل تحكيها لحد ما تشيب. تقريبا كده إحنا نسينا حاجة. بحق اتحاد الكلية. بص يا معلم، بلاش تدخل في شغل الاتحاد من أول سنة. طب ليه؟ تعال اسمع. عشان ببساطة أنت لسه مش فاهم أي حاجة في أي حاجة، ولسه بتلملم نفسك من صدمة أول يوم. ومن تجربتي في اتحاد الكلية والجامعة أحب أقول لكم إن هي تجربة متعبة وممتعة في نفس الوقت. طب متعبة ليه؟ عشان فجأة هتلاقي نفسك متدخل في أي حاجة، أي مشكلة بتحصل أو أي خبر لازم يوصل لك وتعرفه، وهتلاقي نفسك رايح جاي على الاجتماعات وبتنظم حفلات وأيام ترفيهية وفعاليات كأنك شغال في وزارة الشباب والرياضة. طب ممتعة إزاي؟ هنا بقى الحلاوة. انت هتعرف ناس عمرك ما كنت هتشوفهم في حياتك، وهتكون علاقات من كل الفرق وكل الشعب حواليك. الاجتماعات بتاعتكم والهزار مع بعض والجري ورا بعض قبل اي حدث، ده كله بيخلق ذكريات ممتعة عمرك ما هتنساها. يعني باختصار الاتحاد ده شبه الجيم، بيتعبك بس بيخليك تفتكر ايامك بحب. في الاخر يا صديقي، الكلية هي لا سجن ولا جنة، هي زي مول كبير في كل حاجة، من محاضرات لسكاشن لاصحاب لانشطة، حتى عربيات الفول والبطاطس السوري اللي هتاكلوه مع بعض. هتلاقي ايام حلوة تضحك فيها من قلبك انت واصحابك، وايام تانية تبقى قاعد قدام الكتب عامل زي واحد بيتفرج على فيلم رعب ومش عارف يقفله. المهم بقى خد كل حاجه بخفه دم، اضحك، اتعلم، واعمل ذكريات، وكمان اتزنق في الامتحانات زي البني ادمين العاديين مش زي الكلاب. سوري. صدقني بعد ما تخلص هتبص ورا وهتقول يا ريت الايام دي ترجع، حتى لو وقتها بتشتم الكليه صبح وليل. يعني بالمختصر الكليه زي الكشري، متلخبطه وفيها مكونات كتير، لكن في الاخر هتشبع وهتسيب لك طعم حلو. وانا مصطفى محمود، واهلا بيكم في عالمنا.